اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. انا انس المصري وده فيديو جديد. دلوقتي احنا مسافرين على دهب. ابتسم فانت ميت، ابتسم فانت في دهب. اهلا بكم من دهب. صراحه اول انطباع اول ما وصلت دهب اول حاجه عيني جت عليها اللي هي الكلمه الجميله دي. صراحه حاجه يعني تحس انه كود كده ملهم، ان هو بدايه انك خلاص يعني ابتسم انك تكون فرحان. هو كود معبر جدا اللي هو ابتسم فانت ميت رغم اي حاجه، يعني مش رغم الصعوبات او رغم المشاكل او رغم الحاجات اللي بتواجهها ان انت تبتسم، لا هو انت ابتسم على اي حال، لان انت في النهايه كده ميت. تعالى بقى نشوف الاكتيفيتي او ايه الحاجات اللي ممكن نعملها لما نكون موجودين في دهب. يلا بينا نشوف. طيب اول منطقه جينا عليها هي الثري بولز. ايه اللي ممكن نقدر نعمله هنا؟ في اكتيفيتي كتيره مختلفه، مثلا زي ممكن تأجر جمل وتتمشى بيه على الشط كده، او ممكن برضو ان انت تأجر بيتش باجي وتاخد بيه لفه كده. فالتجربتين افضل من بعض. برضو ان احنا ممكن في مجموعه من الكافيهات والمطاعم اللي هي موجوده مباشره على الشط. والحاجه الاجمد هنا في الثري بولز ان انت ممكن تعمل سنوركلينج. طبعا احنا لسه ما رحناش على البلو هول، بس احنا حاليا موجودين في الثري بولز، وده من افضل الاماكن برضو اللي ممكن تعمل فيها سنوركلينج هنا في دهب. المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اسمه الممشى السياحي. الممشى السياحي ده ممكن نلاقي فيه ايه؟ المكان ده مميز جدا، فيه اكتيفيتي وحاجات كتيره مختلفه تقدر تعملها، مثلا زي فيه هنا يعني تلاقي فيه مطاعم، هنا تلاقي محل مثلا فيه اكسسوري وفيه حاجات كتيره زي السوفينير ممكن تشتريها، محلات كتيره حاجات كلها زي هاند ميد. ده جزء من الممشى. الممشى لسه بره، ده شارع كده منفصل يعني، بس يعني صراحه بيفكرني كده زي المعز، لان زي ما احنا شايفين كده في الاتجاه ده موجود حاجات اللي هي شبه اللي بتكون موجوده بالظبط زي في شارع المعز. ماشي في حد ذاته على ممشى السياحي بدهب حاجه مميزه وحاجه جميله جدا، خاصه كده انت بتبقى ماشي وجنبك البحر، فحقيقة بتبقى حاجه متعه ومعاك اكتيفيتي كتيره. ومن اهم الاكتيفيتي اللي الناس هنا بتعملها او بتشوفها دايما في دهب اللي هو ناس بتأجر عجل وكده، فبتبقى تحفه جدا لما انت بتأجر عجل وتمشي بيه على الممشى السياحي.